السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده ان شاء الله هنعمل صابون سايل ببلاش، يعني بتكلفة بسيطة جدا. بكيلو صابون سايل هنعمل 2 كيلو صابون سايل عالي الجودة جدا جدا جدا. ان شاء الله يعجبك الفيديو وينور رضاكي واستحسانك. لو عجبك ما تنسيش تعملي لايك وشير واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة حطينا نص لتر من المية. الإزازة اللي حضرتك شفتيها من شوية دي كانت نص لتر من المية. هنحط معاها معلقة ونص من الكربوناتو وهنقلب، يعني حاجة اللي تحطيها قلبيها كويس، وده أساس الصابون. هتقلبي الكربوناتو كويس جدا عشان لما نحط باقي المكونات التانية تبقى يعني يبقى حاجة فوق حاجة ظبطت. هنحط بقى معلقة من ملح ليمون. احنا حطينا معلقة ونص كربونات، هنحط معلقة ملح ليمون. ان شاء الله هتجربي الصابون ده وهتلاقيه تحفة خيال كده. هو والله عملته، بس انا ما بستغناش عنه، انا كل مرة بعمله. يعني هو لتر واحد بس من الصابون السائل الرخيص اللي من عند الراجل هتعملي منه 2 لتر صابون فائق الجودة. دي العجينة اللي عملناها مع بعض في فيديو سابق قبل كده. عجينة الصابون هناخد منها كوباية واحدة بس. الكوباية دي 200 مللي او 200 وشوية يعني. خدنا كوباية الصابون. العجينة دي قلنا صابون اللي احنا عاملينه في البيت، الصابون البلدي، عملناه عجينة وركناه. قلنا هنستخدمه في حاجات كتيرة كده. كوباية منه. وده لتر من الصابون اللي عند الراجل الرخيص، ارخص نوع صابون عند الراجل الرخيص. ارخص نوع صابون ب6 جنيه اللتر، وخفيف كمان يعني مش تقيل. هنكبه هنحطه على الصابونه او على كوبايه العجينه الصابون اللي احنا عاملينها مع بعض قبل كده في فيديو سابق. بصي تقل ازاي. الصابون لما حطيته على الميه لوحده ما كانش عامل كثافه، لما حطيت عليه الصابون السائل بصي تقل ازاي. كده حطينا نص لتر ميه. هي دي الازازه دي تقريبا 600 مللي، وحطينا كوبايه من الصابون، وحطينا لتر من الصابون السائل، كوبايه من الصابون البلدي المفكوك ده او اللي عاملينه عجينه، وكوبايه وكيلو من الصابون السائل اللي هو العادي الرخيص، ارخص نوع صابون جيبيه. بصي الكثافه عامله ازاي، بصي الصابون بقى عامل ازاي. انا من ساعه ما بعمل الصابون ده انا ما بستغناش عن الصابون ده خالص، بعمله على طول في البيت وعلى طول شغاله بيه. وشفتي الكثافه. هنحط كوبايه تانية من الميه، دي نفس الكوبايه اللي حطينا بيها العجينه. هنقلب وهيبقى برضو تقيل. عايزه تخفيه عن كده خفيه، مش عايزه تخفيه عن كده خلاص هو كده حلو. هتحطيه في ازايز او في اي حاجه هتشيليه فيها، وكل ما هتحطي حبه هتحطي عليهم ميه وتشتغلي هيبقى زي الفل. لا في دهنانه ولا في اي حاجه. صابون كده يطلع لك الكوبايات بتلمع بتبرق. اغسلي بيه كل حاجه بقى، حطي تغسلي بيه ارضيات، تغسلي بيه حوائط، تغسلي بيه اي حاجه هتغسلي بيه هتبقى زي الفل. بصي كثافه الصابون عامله ازاي. هناخد بقى حبه كده نجرب لك الرغوه بتاعه الصابون. بصي بايدي الاول من غير اي حاجه، من غير سبونش، من غير اي حاجه. بصي صابونه الليفه اهي، من غير بصي فاضي ناشفه اهي، مفيهاش اي حاجه. كده عملنا صابون فائق الجوده، عملنا 2 لتر صابون فائق الجوده من لتر واحد بس. هيكفيكي فتره صابون عالي الجوده وصابون تحفه كده. لو فضلتي معايا لغايه كده يا ريت تعملي لي لايك وشير واشتركي في القناه وفعلي زر الجرس يوصلك مني كل جديد. كده انا مسحت بس مكان الصابون ومرضتش افصل عشان ما تقوليش فصلتي الفيديو والكلام ده. ما فصلتش. كده خلص الفيديو بتاعنا. شكرا على المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في امان الله.